حمر فكاك خيرك إيدتك من الصار كل نعجك بشتكوده ليل حنا لشنيكو. في طريقنا إلى ولاية مرباط مررنا على العديد من الأماكن الشهيرة، مثل حفرة إذابة طوى أعتير المعروفة باسم بئر العصافير، حيث تعتبر من أكبر حفر الإذابة في العالم. وكذلك منطقة الجاذبية بنيابة طوى أعتير، والتي تجذب الزوار لوجود ظاهرة غريبة ونادرة تدفع البعض لخوض التجربة بالسيارة التي تصعد لأعلى بدلاً من النزول لأسفل، حيث تقع المنطقة في بداية عقبة حشير على الطريق المتفرع من الطريق العام المؤدي إلى مدينة مرباط. فولاية مرباط مدينة تاريخية ووجهة سياحية تمتاز بثرواتها البحرية، واشتهرت في القرن التاسع الميلادي بتربية الخيول وتجارة الألبان والمنتجات الحرفية المختلفة. وتقع الولاية على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار شرق مدينة صلالة. وتتميز ولاية مرباط بموقعها الساحلي وشعابها المرجانية وخلجانها ومحمية جبل سمحان والعيون المائية الطبيعية المنتشرة في أرجاء الولاية. ويضاف إلى ذلك المعالم الأثرية المتمثلة في العديد من المباني القديمة المتسمة بالطابع المعماري العربي الإسلامي. منطقة طوى أعتير تعتبر المنطقة البوابة الغربية لمحمية جبل سمحان، وتتميز بوجود كهف طيق، والذي يعتبر ثاني أكبر الكهوف في العالم، ويمتلك ما يزيد عن 6 مداخل. يوجد بولاية مرباط العديد من المصايد البحرية النادرة، وقد صادفنا في طريقنا هذا المركب، ولا أعلم ماذا يطلق عليه العمانيون، هل اسمه السنبوك أو الجلبوت، وهي مراكب للصيد وخاصة صيد اللؤلؤ.